السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة أحلام سعيدة. هي فعلا حلقة سعيدة، حلقة كلها بشريات وكلها أفراح. الرموز والرؤى اللي هقول لكم عليها دي لا يراها إلا ذو حظ عظيم، خصوصا لو شفتها في نهاية عام أو بداية عام جديد. لو شفتها كمان في رمضان بتفرق معاك قوي. الرؤى دي مهمة جدا وما بيشوفهاش إلا اللي حظه سعيد بإذن الله. كلها رؤى بتدل على البشرة والسعادة والتفاؤل والفرح القادم، تحقيق أمنية غالية جدا، مكانة عالية جدا، منصب عالي جدا. رؤى خاصة جدا مش بيشوفها أي حد. يا ترى شفت رؤية فيهم ولا لا؟ حد هيقول لي إيه السعادة والتفاؤل ده كله في الرموز دي؟ أقول لك أيوة، لأن الرؤى طالما شفتها بإذن الله هتتحقق. أمال ليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤى السيئة قال إن إحنا لا نحكيها لأحد؟ ليه؟ عشان ما تتحققش. الرؤى الطيبة بإذن الله هتتحقق، هي بشرى ليك. عشان كده بقولك أي رؤية بإذن الله هتتحقق، خصوصا الرؤى الطيبة. إيه هي بقى الأحلام دي؟ هقول لكم عليها، بس الأول صلوا معايا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة واي تعليق حتى لو بذكر الله، لان ده بيفرق معايا جدا جدا في الفيديو. قبل ما ابدا عايزه اقول لكم ان الرؤى دي مش خاصه بحد معين، هي خاصه بالرجال وبالنساء، بالكبار بالصغار، باي حد. هي رؤى عامه واللي بيراها باذن الله بيكون سعيد الحظ جدا. اول رؤيه هتكلم عنها هي رؤيه الجلوس على الابراج العاليه، او الجلوس على برج عالي، الجلوس على جبل شاهق، الجلوس على عمارة مرتفعة، انك تشوف نفسك فوق وشايف الناس او شايف الاشياء من تحت بعيدة. الرؤية دي بتدل على المكانة العالية جدا اللي انت هتوصل لها، بتدل ان حظك هيكون عظيم جدا ويكون احسن من حظوظ ناس كتيرة او في الدنيا. بيدل انك هتوصل لمنصب عالي لو كنت بتبحث عن منصب، بيدل على توفيقك في الدراسة اذا كنت طالب، بيدل على مكانتك العالية جدا إذا كنت في مجتمع تجاري فأنت هتعدي وهتوصل. الرؤية دي لا يراها إلا شخص منفرد وحظه كبير جدا ورزقه كبير جدا، سواء كان في علم يرزق العلم أو الحكمة أو التجارة ناجحة جدا. وأحيانا كمان تدل على المكانة الدينية المرتفعة جدا بين الناس، وأي حظ مثل هذا الحظ. أما الرؤية التانية هي رؤية كوب اللبن. مش أي حد بيتناول اللبن في المنام وبيشربه ويحس بحلاوة طعمه. تعرف ان كوب اللبن في المنام مكانة عالية جدا، ومش اي حد بيشرب كوب اللبن، خصوصا من اللي هقولك عليهم دول. اذا نولك في المنام واعطاك نبي او رسول او عالم او معلم، اعطاك كوب لبن وشربته او شربت حتى منه في المنام، تعرف انك هتنال منزلة عالية جدا، سواء كانت دينية، ممكن تكون عالم ديني، او تحظى على علم معين او حكمة معينة في مجال كبير جدا، ويكون لك مركز مرموق وتكون واضح جدا بين الناس. كمان اذا كان عالم مثلا في الكيمياء اعطاك كوب من اللبن في المنام، فابشر ان شاء الله تكون عالم وتكون مكانتك عالية وحظك عظيم جدا في العلم ده. اذا اعطاك كوب اللبن احد الرسل او الانبياء او العلماء او المعلمين، تعرف ان شاء الله دي رؤية لا يراها الا ذو حظ عظيم. الرؤية اللي هقول لكم عليها دي يمكن ناس تستغربها، لكن في الاحلام حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية، الأحكام بتختلف. رؤية شرب الخمر. تعرف ان شرب الخمر في المنام من الرموز الجميلة جدا جدا. إذا كنت تاجر تزيد تجارتك بشكل رهيب جدا، وإذا كنت طالب علم يزداد علمك بشكل جميل جدا. شرب الخمر في المنام هي منافع، مش منفعة واحدة، منافع. طبعا الرؤية دي تفسر بالمنافع لغير العاصي. العاصي بيكون ذنوب وأثام وده بيكون قليل، لكن في المجمل العام بيكون منافع. اذا كنت عايز تجارة هتتفتح لك التجارة باذن الله من اوسع ابوابها. اذا كنت بتبحث عن العلم ان شاء الله تحصل على العلم وكل المنافع اللي تقدر تحصل عليها في العلم ده. اذا كنت شخصية عادية جدا يتحقق لك امنية هامة جدا كنت تتمنى انها تحدث. يبقى شرب الخمر في المنام رؤية جميلة لا يراها الا اللي حظه سعيد، وان شاء الله يكون حظكم كلكم في منتهى السعادة. رمز القمر. ماله القمر؟ ان اشوف القمر مثلا نزل من السماء ووقع في حجري. الرؤية دي عارف مين اللي شافتها؟ شافتها ستنا صفية رضي الله عنها وارضاها. شافتها قبل الزواج من الرسول عليه الصلاة والسلام، شافت ان في قمر نزل من السماء وبقى في حجرها، والرؤية دي كان تأويلها انها تتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كان. يا بخت من رأى القمر في حجره حصل عليه. واحيانا في بعض الرؤى اللي بشوفها ان في شخص فتح الشباك ولقى القمر نزل له من السماء. في بعض الناس اللي بتشوف انها ماسكه القمر بشيء كده في المنام زي حبل وماشيه بيه، امتلاك القمر
او انه يدخل مثلا من النافذة والاقي نفسي مسكته. عايزاك تستبشر جدا من الرؤية دي. الرؤية دي فيها ارزاق، كمان فيها هداية الامر انت كان في صعوبة جدا انك تهتدي فيه. الحصول على القمر وامتلاكه احيانا بيكون زواج العزباء من شخصية مرموقة جدا، احيانا الحصول على منصب للرجال التي تعمل منصب كبير جدا كنت بتتمنى انك تحصل عليه. فالرؤية دي لا يراها الا ذو حظ عظيم. رؤية الشمس، معظم الناس بتشوف الشمس في المنام وبتبقى رؤى متكررة عادية جدا، بس في الحالة اللي هقولك عليها دي لا، مش اي حد بيشوفها كده، ده شخص ربنا ميزه بشيء معين، برزق معين، بالحصول على حاجة معينة مش اي حد بيحصل عليها، اللي هو ايه؟ رمز الاقتراب من الشمس. يعني تشوف نفسك في مكان قريب قوي من الشمس، وفي بعض الناس تصف الرؤية ان هي شايفة قرص الشمس كبير جدا كأنها مقربة منه جدا. تعرف ان الرؤية دي معناها اقتراب من الحاكم، تعرف ان الرؤية دي معناها اقتراب من تحقيق أمنية غالية جدا كانت عندك. تعرف ان الرؤية دي ممكن يكون معناها اقتراب شديد جدا من الله سبحانه وتعالى، واعمال صالحة باذن الله تكون متقبلة. وايه الحظ الاكتر من كده؟ انك تبقى عارف انك قريب من الله سبحانه وتعالى. يبقى الرؤية دي اقتراب تحقيق الاماني، اقتراب السعادة، اقتراب الحصول على منصب، او انك في حيز من رئيس، سواء رئيس لدولة معينة او شخص ذو منصب كبير فانت اقتربت منه جدا. وطالما الرؤية بإذن الله كانت ما فيهاش حر، ما فيهاش استياء من الموقف، كنت مستمتع وشايف الشمس جميلة جدا وبتنظر لها، تعرف ان رؤية جميلة جدا ولا يراها بإذن الله إلا ذو حظ عظيم. أتمنى أكون بشرتكم في الفيديو ده، يا رب كلكم تشوفوا كل الرؤى المبشرة، وبإذن الله عام 2023 يكون عام سعيد عليكم جميعا، وربنا يوسع عليكم جميعا ويرزقكم ما تتمنى. اللهم آمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.